الناس زمان قالوا المذبوحة تضحك على المسلوخة، والمقطعة شبعت عليهم ضحك. يا صباح الخير وصباح النور وصباح الورد والياسمين، وش راكم حبيباتي؟ ان شاء الله يا ربي يلقاكم هذا الفيديو في احسن حال وفي صحة جيدة يا رب العالمين. نشكركم حبيباتي متتبعاتي الغاليات اللي دايما راكم واقفين معايا، سواء في قناتي الاولى ولا في قناتي الثانية. ونشكركم كامل اللي متبعيني في القناة الاولى حياة الريف في الجزائر، لاني انا ما نقدرش نتكلم لتما، راح نشكركم من القناة هذه. أول حاجة حبيباتي نبداو بها نصليو على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وما تنساوش حبيباتي تحطوا لي اللايك، لأنه اللايك رايح يرفع القناة ورايح الفيديو يوصل لأكبر عدد من المتابعين. وبعد ما شربت الحليب اليوم شوف نوضتهم بالدرع، ما حبوش ينوضوا، راهم في العطله هذيك تاع اول نوفمبر، العطله هذه اللي فيها 4 ايام، ما حبوش ينوضوا لي، قالوا لي ما تنوضيناش بكري على خاطرك ما راناش نقراو، كفاه كل يوم نوضوا بكري واليوم تاني زيدي تنوضينا. نوضتهم بالدرع، جبت لهم الصينيه تاع الفطور حتى قدامهم، جبتها لهم البيت. وديت الحليب والقهوه هذاك وديتها لهم، نوضتهم بالصينيه تاع الحليب. شوفوا واش نقول لكم على ولادكم كي ما يحبوش ينوضوا، ما تنوضوهمش تقولوا نوض تحفظ ولا نوض تخدم هذيك الخدمه، ولا دائما حبيباتي نوضوهم بحاجه اللي يشتيوها. مثلا كما الفطور اللي كاين اللي يشتيو الصباح يفطروا، نوضوهم على حاجه نقولوا نوض. او كاين الكاطو، كان خاطرش الكاطو مش دائما كاين، ساعات والله نوضو ما كانش يعني حاجه هكا بنفطروا غير الخبز، وساعات كاينه. المهم نهار يعود الفطور هكا مليح نوضوهم على حاجه مليحه، والله نقولوا نوض تشوف هذيك الحاجه. الا كان نوض توقتلو بالامر هكا ونوض دير هذيك الحاجه، او يزيد يرد الزاوره على وجهه ويرقد. الله لا ناضلكم سواء طفل ولا طفل، وعن تجربه وجربوا تشوفوا. المهم حبيباتي هذه كما طالعه للدوار، كنا رايحين نغرسوا الثوم، ومن بعد ما غرسناش كانت الارض شويه ناشفه، هي صبت النو بصح ماش بزاف صراحه، ماشي هذيك النو اللي تسقي الحارت ولا ما اصلا ما دخلتش في وسط التربه، وبقات التربه ناشفه، على بيها ما غرسناش الثوم، خلينا حتى زيد تصب شويه، وبربي ان شاء الله كي تطرى الارض نغرسوا الثوم. نشوفوا لهنا الثوم هاي بدات تنبت، بدات تخرج هذاك الروشي نتاعها. المهم هي تنبت هي ماشي كيما البذور الاخرين، منين نغرسوها. ولهنا حبيباتي درت هذا، راني حطيت الفيديو في القناة الاولى بطريقة اسمر. لهنا كما درنا الحمص جواز وخبزت الكسرة، وكانت شوية بخت انه ما صبتش هذيك، يعني ماشي قوية صراحة، وشيك الحال كان شوية بارد وبخت. المهم ما عليهاش روات الارض. واللي حبيباتي لهذاك المثل الشعبي اللي يقول المذبوحة تضحك على المسلوخة والمقطعة شبعت عليهم ضحك في زوج. المهم معناتها هذه هي على الناس اللي يشغلوا بعضهم، وعلى التنمر. بكل صراحة ولا التنمر في حياتنا حاجة عادية، ولات الناس تضحك على بعضها بلا ما تفكر، بلا ما تخمم وشو هداك الانسان اللي تنمر عليه كيف راح يتقاس. قادر كلمة صغيرة تخلي هداك الانسان اللي الكامل هو يتعذب، واللي الكامل هو يخمم على حاجة يعني قادرين ما نديروهاش. بقى واحد يضحك على اللبسة تاع الاخر، واحد يضحك على طريقة كلامه، كاين اللي حتى يضحك على اسمه. وتلقى هذاك الانسان المتنمر وكانه خالي من العيوب، وحنا على بالنا باللي باه ما كانش فينا اللي ما فيهش عيب، الكمال لله وحده سبحانه وتعالى. وهذا المثل راهو يعبر خاصة الوقت هذا، تقول لكم داير للوقت هذا، لانه كاين انسان معمر بالعيوب هكاك ويضحك على انسان اخر قادر يكون خير عليه. والاغلبيه هادو الناس اللي يتنمروا يحبوا يبانوا باللي باه هما خير على الناس بطريقه التنمر، تروح تلقاه هو معمر بالعيوب وباه يغطي هذاك العيوب تاعو وهذاك النقص اللي فيه، يروح يبدا يشغل بالناس الاخرين هكا، يحب يبان باللي باه هو راهو مليح، وهي ما كانش منها. كما قلت لكم ما كانش اللي خالي من العيوب، رانا كامل فينا عيوب. على هذه نقول لكم باللي باه التنمر راهو ظاهره خطيره بزاف، وتقدر تأذي الناس نفسيا. كاين حتى اللي يحبس يولي ما يروحش يقرا،
كاين اللي يولي يحشم يخرج، كاين اللي يفقد الثقه في نفسه. كاين الناس بزاف ما يقدروش يهضروا، ما يقولوش واش بينا، بصح من داخل تلقى الحزن هذاك باين على وجوههم، وهي بسبب كلمه قادر هضرها كان شي واحد. ولا حتى التنمر هذا وكاين حتى في الدار، في العائله وحده تلقى الام مثلا تتنمر على ولادها، كاين تاني الاب يتنمر على ولادو، الجيران على بعضاهم، يعني في كل بلاصه. في المدرسه تلقى الزملاء، وخاصه في المدارس تلقى الزملاء يتنمروا على زميلهم ولا وما على بالهمش واش هو الاذى هذاك الكبير اللي راهم يسبوه له. كاين اللي حتى كلمه وحده تبقى في قلبه حياته كامل ما ينساهاش. على هذه نخمموا ولو كان حنا جينا في بلاصه هذاك الانسان كيفاه رايح يكون الاحساس تاعنا. على هذه كما نحبوا لنفوسنا نحبوا لغيرنا. وهذا التنمر راهو بسبب التكبر، تلقى الانسان هذاك حاسب روحه وهو على باله بالعيوب تاعو، وشوي يحسب روحه على الاخرين ويتكبر عليهم ويشغل بيهم، وعند روحه هو ما كانش اللي كيما هو. وعلى هذا الانسان لازم يكون متواضع. والتكبر راهو من الشيطان، لان اول واحد تكبر راهو ابليس لعنة الله عليه. على هذه ما لازمش نتشبهوا بابليس ونتكبروا على الاخرين. على خاطرش ربي راه خلقنا زي بعضنا، ربي راه يقول وخلقنا الانسان في احسن تقويم، يعني ربي ما خلقش فينا العيوب، احنا اللي رانا نحطوا العيوب في بعضنا. والانسان اللي يتنمر راهو يبين من خلال التنمر تاعو، راهو يبين النقص اللي فيه. على خاطرش الانسان اللي واثق من نفسه وعلى باله بروحه محال يتنمر على الاخرين، هذه يعني قاعده. والتواضع راهو يجي من القوه ما يجيش من الضعف، العكس التكبر هو اللي يجي من ضعف الانسان. اللي يضحك على الناس اكيد راح يجي نهار ويضحكوا عليه. كاين تاني مثل عندنا يقولك ما تضحك غير المضحكه، يعني اللي يضحك على خوه راهو هو المضحكه. حبيباتي هادو المواضيع اللي راني نتكلم عليهم راني ما نقصد بهم حتى انسان معين، وراني نناقش مواضيع اجتماعيه عامه. هذا ما كان لهنا النوب بدات تبخ، وان شاء الله يا ربي اجعله غيثا مباركا، اللهم اجعلها امطار خير وبركه، وازرع بها في ارضنا الرحمه، واسقي بها قلوبنا بالإيمان وبلادنا بالأمان. لهنا حبيباتي نكون وصلت إلى نهاية الفيديو، ما بقى لي غير نقولكم إلى اللقاء حبيباتي في فيديو قادم إن شاء الله.